الجمعة اللي راحت طلعنا بسفرة تخييم انا وثمان نفرات. وين؟ على الجبال خالي. رحنا لمنطقة حدودية والكل يعرف بالحدود متروسة الغام، اشباح، طناطر، ضباع، الله وكيلك، حتى موتة الليل. طلعنا ب3 العصر ووصلنا للمكان ب7 بالليل وبنص الظلمة والسيارة صارت تايتانيك، صاعدة نازلة وانت ما تدري راح تنقلب لو لا. وصلنا لابعد نقطة ممكنة، نزلنا ونصبنا الخيم وضربنا كباب وقعدنا واحد يشذب على الاخر. الولد مشغلين اغاني مال سكارة حرفيا وانا صافن على الفحم. هنا الوضع لوز، يعني ماكو فد شيء غريب. ساعة 10 وما عندنا اي شيء نسوي لحد ما الشباب صاروا دجاج وقرروا ينامون. الا 3 من يمنا وهنا بدت الدقات الناقصة. اني ومار شنو جيت طلعوا الولد جايبين عباية وقناع حتى يسوون بهم مقلب، ومن صدق كان شكلهم يخوف، يعني لو واحد ميت ما كانت فاجئت. واحد منا لبس العباية ولبس القناع وراح ختل بين التلال. بدأوا المقلب وقعدنا الشباب. قاعد يا ولد سكينة يا ولد شو اقول لك؟ شفت اقول لك جاي اتخيل اني لك شنو هذا؟ والخان هذا والخان راح سيارة ترى هذا ما ادري واحد لابس عبايه ما ادري شنو، لكن بالقران مو ذيب والله جانا بشر بالقران. يا كان طويل مش انت طويل. المشكلة من هذا شنو؟ قعدنا واحد منهم شاخط على الاخير وضايج من روحه. صحنا عليه ولك يقعد هذا ما ادري شنو بده يفطر يمنا. الولد قال هو راح ناكل خير. انا تخربطت من الضحك. الولد كانوا واحد يهوبز على الثاني ببطولاته وطلعوا شايلين سكاكين ودونكيات وطابوق. طلع لهم الجني وما اشوف لك الا 3 ختلوا بالسياره واثنين تخربطوا والعراك مالتنا اللي مقضيها هوبز وكذب بشبر السكينه وصح يمه. انا هنا متت اريد انقذ روحي ما اقدر. صارت ب 12 قررنا نروح نصعد للجبل ونستكشف شنو الموجود هناك وصعدنا قوه. ينزل منك حرفيا حاليا باعلى منطقه ممكن نوصل اليها. واحنا دا ننزل واحد من جماعتنا فقد السيطره على رجليه ونزل ركض، حرفيا نزل بسرعه 200 كيلو متر بالثانيه وانقلب على وجهه واحنا خربانين من الضحك. رجعنا للمخيم ورا متعه حرفيا ما تتفوت. عبرت الوحده بالليل وصارت شويه صدق. كنت دا اتمشى بوحدي بين التلال وبنص البر وصرت بعيد شويه عن الجماعه وابوع علي صرت كان اكو عائله واغلبهم زلم، بحيث صفنت عليهم لا فلاش مشغلين لا نار لا ضوء، شلون قاعدين ما ادري، بس 5 أو 6 ضلال يتحكم، بحيث حتى واحد منهم كان لابس فانيله بنص البرد. وتخيل بهالمنطقه بالتحديد من تشرين السلابه. خذيت لي صفنا ومن ربع ساعه ورجعت للمخيم. صفنت عليهم قلت لهم يا ولد ترى اكو عالم قاعدين يمنا واحنا ما ندري بيهم، وشوي انتبهوا لا نتسلى. الجماعه كلهم صفنوا علي وافتروا ظلوا يباوعوا. شنو؟ اكو جماعه يمني؟ بنص الصفنا قلت لهم يابا شكو لا تخبلوني. قالوا ترى ما حد اجى هناك. انا هنا تخربطت ظليت صافن. قلت لهم زين اذا ما تصدقوني امشوا خلينا نرجع عليهم، لين حرفيا انا شفت ناس بعيون الاثنين وحتى كان عندهم مخيم. رحنا انا وياي 4 وصلنا للمكان نفسه وحرفيا ما كان اكو اي احد. جسمي كله قشعر وظليت اباوع بالوجوه، وشويه وواحد منا قال ترى اكو عيون تباوع علينا هناك. فاحنا ايش سوينا خالي؟ ضحكنا قلنا مستحيل يعني اكيد يتوهم، لحد ما اني شفته بعيون، عيون ذهبيه تلمع وتباوع علينا من بعيد وتخطف بين تله وتله. عيون تباوع علي وانا صافن بيها وما كانت قريبه ابد. صرت الذكي وقلت لهم يا ولد اذا كان اكو شيء اذا كان اكو شيء فجاي يستدرجنا ترى لين ماكو ضوء هناك، تعالوا للمخيم خلينا نرجع. واحنا بدنا نرجع نفس العيون تلمع كانت تبوع علينا وتختفي وكنا شفناها حرفيا. فاحنا ايش سوينا خالي؟ قررنا نرجع نشغل نار ونقعد نسبه ونفشى عليه، اذا بيك خير تعال واذا بيك زود تعال، ابن شو اسمه حرفيا ظلينا نمضر. بس واحد من يمنا داس عليه دوسه ونص ونزل عليه حرفيا دقي وشاره طلع عرضه بعلاج شويه، والولد نفسه راح يتمشى لهناك وصاح يا ولد لا حد يشاق خرب شرفكم. رجع لنا يابا شكو قال ايش بكم الشمر طابق هو هذا شقه. احنا حرفيا كنا قاعدين ولا واحد بينا يتحرك. الولد قد ما فشر على الطنطل اجى في شخط طابقها واحنا ميتين من الضحك. لهناك طلع الصبح تريقنا ورجعنا. السفره كانت تموت حرفيا، ولهسه احاول افسر الاشياء اللي شفناها رغم كانت قليله بس شفناها وما لقينا جواب لها. فشني خويا كافي سده.